توقفي لحظة ودعيني أسألك سؤالا بسيطا. عندما يهديك أحدهم شيئا جميلا أو يهمس لك بكلمة إعجاب صادقة، كيف تستقبلين ذلك؟ هل يزهر قلبك امتنانا أم يتسلل إليك شعور خفي بأن عليك أن تردي الجميل فورا؟ أو ربما تقللين من نفسك وكأنك لا تستحقين ما قيل. إن كنت تميلين إلى الخيار الثاني فهذا الحديث لك، لأن الحقيقة التي لا ننتبه لها كثيرا هي أننا تعلمنا كيف نعطي، لكن لم نتعلم كيف نستقبل. كبرت وربما قيل لك بشكل مباشر أو غير مباشر: كوني قوية، اعتمدي على نفسك، لا تنتظري من أحد شيئا. فتحولت مع الوقت إلى إنسانة تجيد العطاء، لكنها تشعر بثقل حين يأتيها العطاء من الآخرين. تساعدين الجميع، تحملين المسؤوليات، تتواجدين دائما، لكن في داخلك سؤال صامت: لماذا لا أعامل بالمثل؟ والجواب أعمق مما يبدو، لأنك ببساطة لم تسمحي لنفسك أن تستقبلي. الاستقبال ليس ضعفا، وليس نقصا، وليس أنانية. الاستقبال هو توازن، هو أن تسمحي للحياة أن تعطيك كما تعطين. تخيلي نفسك كمساحة مفتوحة، حين تكون مغلقة أو ممتلئة بالضغط لن يدخلها شيء، لكن حين تهدأ وتفسح المجال يبدأ الخير بالتدفق. أول ما تحتاجين فهمه هو أن صعوبة الاستقبال غالباً تبدأ من الداخل، من قصص قديمة. ربما في وقت ما شعرت أن احتياجاتك ليست أولوية، أو أنك يجب أن تكوني الفتاة القوية دائما، فكبر هذا الإحساس معك، وأصبحت تربطين قيمتك بما تقدمينه لا بما أنت عليه. وهنا تبدأ الرحلة، رحلة إعادة تعريف نفسك، ليس كمن يعطي فقط، بل كمن يستحق أن يعطى. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أنك تظنين أن رفض المساعدة قوة، لكن في الحقيقة القوة الحقيقية هي أن تعرفي متى تحتاجين، وأن تعبري عن ذلك دون خوف أو خجل. عندما تقولين لا أحتاج شيئا، لا أحتاج أحدا، فأنت تضعين جدارا بينك وبين العالم. بينما قولك شكرا، هذا يساعدني، يفتح بابا للطاقة الجميلة أن تدخل حياتك. حتى المجاملات، كم مرة قيل لك أنت جميلة فأجبت بسرعة لا أبدا؟ أنت لا ترفضين الكلمة فقط، بل ترفضين الشعور الذي معها. جربي شيئا بسيطا في المرة القادمة، ابتسمي وانظري بثقة وقولي شكرا، ودعي الكلمة تستقر داخلك. أما عن الهدايا والعطاء فليس كل شيء يحتاج إلى رد مباشر، ليس كل لطف دينا عليك سداده. بعض الأشياء وجدت فقط لتفرحك. تعلمي أن تعيشي اللحظة دون حساب، وأن تثقي أن التوازن يحدث بطريقته الخاصة دون أن تثقلي نفسك به. ولا تنسي جسدك، وهو يتحدث عنك دون كلمات. التوتر، السرعة، الشد، كلها إشارات
أنك في وضع النجاة لا الاستقبال. اهدئي، تباطئي، تنفسي بعمق. حين تهدئين تبدأ الحياة بالاقتراب منك بلطف. حتى علاقتك بالمال لها دور حين تحرمين نفسك دائما، فأنت تقولين دون وعي أنا لا أستحق. لكن حين تختارين لنفسك ما يشعرك بالقيمة حتى لو كان بسيطا، فأنت تغيرين هذا الإحساس من الداخل. وأهم ما في الأمر أنك تتخلي عن محاولة التحكم بكل شيء. ليس مطلوبا منك أن تعرفي كيف ستأتيك النعم، فقط كوني مستعدة لاستقبالها. وثقي أن ما كتب لك سيصل إليك بطريقة قد تفوق توقعاتك. وأخيرا، إذا أردت شيئا اطلبيه بلطف، ليس بصيغة شكوى بل بلغة شعور. قولي ما تريدينه بطريقة تفتح القلب لا تغلقه. يا جميلة، أنت لست مطالبة بأن تكوني قوية طوال الوقت ولا أن تحملي كل شيء وحدك. هناك جانب فيك خلق ليستقبل، ليهدأ، ليشعر وليدلل. اسمحي لنفسك بذلك وسترين كيف تتغير حياتك بهدوء. أحبك في الله.